طبعا انا كنت بجيب اللحمه. نزلت دخلت سوبر ماركت، يعني ايه شويه حاجات كده كانت ناقصاني، بس بصراحه الاسعار كلها راحت في داهيه. بصوا دي الفاتوره اللي انا. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ازيكم يا حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا باحسن صحه وتم حال. يلا بينا نصلي على سيدنا محمد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. طبعا هنا في مواعين كالعاده، تمام. هنشطبها حاجه بسيطه جدا، وهنا ضربه طماطم، وهنا بصلايه للزوم الايه الاكله بتاعتنا اللي هنعملها. وهنا الغساله زي ما انتم شايفين كده تملعير بتشطف اخر دوره. وهنا في غسيل برضو اهو هنشره، بس كمان الجو بينطر بقى النهارده، مش عارفه يعني خايفه بصراحه انشر والاقي الدنيا باظت تاني والاقي الهدوم اتوسخت تاني، مش عارفه بقى، الله المستعان. وهنا طبعا انا شلت الحفاظات، قلت عشان خاطر ايه اغسلها، خليت بس الحصر زي ما انتم شايفين، تمام. يعني ايه ربنا يعيننا بقى النهارده، بصراحه الجو تلج جدا ونطره واحنا بنغسل، فطبعا ما بحبش الاقي هدوم مركونه وما اغسلهاش. هنا دوره اهيت، بس بغسل ايه على الغساله ده، تمام. فتعالوا نشوف بقى هنعمل اكل ايه النهارده، بما ان الجو ساقع فايه يعني بصراحه النهارده محتاج تسقيه. تعالوا بقى ايه نوريكم. بصوا بقى، خليكي ذكيه كده لما تروحي تشتري لحمه، اختاري الحته اللي انت تقطعيها. طبعا انا جايبه هنا اهو، قلت له عشان خاطر ايه نعمل فته. طبعا معلقه على الميه اهي. اللحمه انا ما بغسلهاش، عايزه اقول لكم بس ما شاء الله الراجل اللي انا جايبه منه دوت لحمته جميله جدا. بصوا طبعا ما تستغربوش انا اللي قايله له حط له ايه مواسير وكده، عشان خاطر ايه بتظبط الشوربه معايا وبتخلي الاكل حلو كده معايا اهو. رغم ان هي اللحمه غاليه، بس هنعمل ايه يعني. زي ما شايفين كده انا طبعا اتنصحت عليه وقلت له ايه هات لي كيلو نصين، يعني ايه ما رضيتش اقلبه على بعض. ليه بقى بعمل الحركه دي؟ لان بصراحه كل نص بيظبطهولك، لكن لو قلت له كيلو اللي هيحطه في الكيسين هيحط لك ايه نصه في كيس واحد. بصوا زي ما انتم شايفين كده، قلت له عشان هعمل بس ايه شوربه. طبعا هو مقطعه بس كمان حطاه في الثلاجه ساقعه. تعالوا بقى اما ايه، طبعا ما بغسلهاش، ما فيهاش حاجه اصلا. بسم الله الرحمن الرحيم اهو. النص التاني طبعا، بصوا ادي النص التاني كمان اهو. بصوا دي المواسير بقى اللي ايه، بصوا فيها النخاع اهو، طلعت حته عشان ايه اعمل بيها شوربه وكده. بصوا ما شاء الله جميله حمرا جدا اهو. نعمل ايه بقى؟ نعمل تسقيه عليها. طبعا احط بهارات اللحمه وفلفل اسمر وبصلايه، بس ايه اول ما اشيل الريمه من عليها، لان انا لو حطيت دلوقتي هيتشال مع الريمه، بستنى بس شويه لما اطلع الريمه، وبعد كده بحط البهارات بتاعتنا والخضار اللي هتحطيه بقى، كرفس، بصل، جزر، طماطم، فلفل رومي، زي ما انت ايه حابه. هسيبها انا بقى كده ايه تاخد وتدي مع نفسها كده. هنا طبعا المواعين تقريبا ما خلصتينا، طلع اي فضلات فيها. ساعة بس ما ينفعش نكتر عن حاجتنا، يعني قدام البيت دوت هتكتلي عنه، طب مين اللي هيعمله؟ فنبدأ كده حاجة بنعملها. طبعا ده عيش مش هنرميه ده، كان عندنا طيور. شوية حاجات بسيطة يعني ايه، مش نوعين اللي هي مكان، بس ايه كانوا اشتروا عندنا لقمة كده على الماشي، صبرهم بطاطس وجبنة ولانشون، الاكل اللي انتوا عارفينه ده اهو، اللي بيجوع مش بيشبع. طبعا بتبقى على طول كده. هغسل انا معاكم يا حبايب قلبي، لاني ما فيش حد معايا بيصور، فانا هغسلهم
وارجع لكم تاني ايه نشوف اليوم بتاعنا يمشي ازاي. واستدعوا بالله عليكم وادعوا لي كده ان ربنا يصلح لنا الحال ويصلح الجو عامه، عشان خاطر الناس اللي بتغسل واللي بتنشر كل شويه زي حالاتي دي. واهم شيء بقى ايه ما تبخلوش علينا باللايك والاشتراك في القناه عشان خاطر ايه نستمر معاكم في الفيديوهات. طبعا انا كنت بجيب اللحمه نزلت دخلت سوبر ماركت، يعني ايه شويه حاجات كده كانت ناقصاني، بس بصراحه الاسعار كلها راحت في داهيه. بصوا دي الفاتوره اللي انا كنت جبت بيها، جبتها على مراحل. تمام. علبه الماجي دهيت طبعا احنا ما بنستغناش عنها، فجبت علبه الاول كانت 25 بقت ب30، يعني حلوه يعني الى حد ما كده ايه 5 جنيه بس. تمام. انما اتفاجئت بقى ان الرز وعلبتين الصلصه، جبت علبتين صلصه، واحده فتحتها والتانيه تانيها. تمام. فبصراحه اتفاجئت ان شكاره الرز كنت بجيب 750 لقيتها ب900، اتخضيت. فربنا يعيننا ويعين كل واحد على بيته وعياله وعلى الحياة اللي بقت صعبة فعلا. والله العظيم والله الدنيا بقت صعبة جدا، الواحد مش عارف يعمل ايه. وما ينفعش نبطل يعني الحاجات اللي احنا بنستخدمها، يعني ما فيش حاجة ينفع ان احنا نستغنى عنها. فربنا يعيننا يا رب جميعا كده ويعينكم ويصلح لنا حالنا جميعا. تعالوا بقى ايه هنا التوم اهو، انا بحب ايه ما بحبوش مهروس، زي ما انتم شايفين كده نزلت بالتومه. تمام اهو. عايزه تدقيه دقيه، بس انا بصراحه ايه بستسهل الامور كده كده ايه ما بيبقاش باين اصلا في الاكل اهو. نشوحها بس كده، والطماطم معانا مضروبه جاهزه والخل جنبي وكل حاجتك كده خليها جنبك على الايه على التحضير على طول. طبعا انا مش هحط دهون ولا اي حاجه لان طبعا هيبقى بس بقى هنزل بقى ايه بقى ايه الكزبره والتوابل بتاعتنا والملح والدجاج، ونعمل شويه الرز. طبعا اللحمه لسه اهو عشان بقى الريمه اللي فيها كده، وننزل بالحاجات التوابل بتاعتنا. طبعا هنا انا كنت عامله شويه رز بسمنه، رز بيضه اهو. تمام. والصلصه جهزت واللحمه خلاص يعتبر خلصت كمان اهو. تعالوا بقى ايه بصوا هنا مقطع عيش اللي هو المفقع ده اهو، احط بس ايه شويه شوربه كده اهو زي ما انتم شايفين كده. لو عايزه تحمري بقى ايه حمري. تمام. ما تركزوش مع الدوشه اللي عندي دي مع الاولاد، ما شاء الله ما بيريحونيش وانا لا بصور ولا انا بسجل. فزي ما انتم شايفين كده حط شويه شوربه كمان اهو زي ما انتم شايفين كده. طبعا خلاص كده كانت يعني طريت معانا العيش طري معانا. هنحط بقى ايه الرز، هنطبق الثانية زي ما بيقولوا نرصها يعني اهو. بصوا بقى ايه حط بس شوية شوربة كده اهو فوق الوش كده. نحط الصلصة بقى عايزين بقى تحطوا اللحمة فوق الوش تحطوا عليها الصلصة تمام، عايزين تخلوا اللحمة لوحدها كده عادي. مع نفسي بخلي اللحمة لوحدها مع الشوربة عشان ايه كله يبقى ايه
بس يا حبايب قلبي هنا كنت ايه خلصت معاكم صينيه الايه الفته زي ما بيقولوا، وحطيت اللحمه، وطبعا في لحمه هحطها في الشوربه. قولي بقى رايكم. كده اكون خلصت معاكم الفيديو. اذا كان عجبك الفيديو يا قمر ما تبخليش علينا باللايك والاشتراك في القناه وتفعلي زر الجرس، واللي لسه ما اشتركش اتفضل اشترك معانا ونورنا. بس كده بقى ناقص ايه في لحمه طبعا هحطها في شوربه. تمام. وكده اكون ايه قدمنا معاكم النهارده يوم سهل وبسيط كده. عملنا اللي ورانا، ودي غشان دي عشانة بقول ده غشان ده عشانة. مفيش احلى من كده بقى ولا اجمل من كده. لقمة فتة كده سخنة جميلة مع شوية شوربة مع اللحمة. بس حبايب قلبي كده، واسيبكم في رعاية الله، وانتظروني في الفيديو القادم، ومع السلامة. متنسوش اللايك.